السلام عليكم. تصريح خطير من مدرب بيراميدز الكرواتي فيروشيتش يفاجئ به النادي الأهلي بعد تعادل بيراميدز النهارده مع فاركو، ويعلن رحيله رسميا عن بيراميدز بسبب الأهلي، ويصفع صحفي زملكاوي شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد تعادل بيراميدز اليوم مع فاركو بنتيجة 2-2، وتصدر النادي الأهلي للدوري بفوز رقم 17 على التوالي، فده خلى مدرب بيراميدز يصرح بعض التصريحات النهارده وأدلى بيها بعد مباراة بيراميدز، وقال: لقد أصبت بالصدمة والحسرة بعد تعادلنا اليوم، فمنذ مباريتي النادي الأهلي لم نذق طعم الفوز أبدا، فالأهلي قتل حلمنا جميعا في بيراميدز بسبب فوزوا علينا لمباريتين متتاليتين، ومن الصعب ان الاهلي بقى يفرط في اي نقطة من النقاط القادمة. لكن النهاردة احنا فرطنا ايضا في نقطتين، على الرغم ان الاهلي كان لسه قدامه بعض المباريات اللي احتمال اجهاد اللاعبين كان يخسرهم بعض النقاط، وده هيكون في صالحنا. ولكن اللي حصل النهاردة تعادلنا مع فاركو خلانا نقول بنسبة 100% إن الأهلي خلاص حصد لقب الدوري. وسأله صحفي زملكاوي وقال له: هل الأهلي بيفوز بالحكام على عكس بيراميدز والزمالك؟ فرد وقال: الحكام دائما بيخطئون في كل العالم، مش في الدوري المصري فقط. الكل بيتأثر بالأخطاء التحكيمية سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، ولكن بصراحة النادي الأهلي هو أكتر فريق بيحصل على ركلات جزاء، أو بلاش ركلات جزاء، بيحصل على أهداف من وحي خيال الحكام. وهو بصراحة يعني معرفش فوزه المتتالي ده بسبب ايه. يعتبر ان هم 17 مباراة فوز متتالي، مفيش فريق بيستحمل كل هذا الإجهاد، بيلعبوا كل 3 أيام مباراة ومفيش أي راحة للاعبين، ومع ذلك كل لعيب بينزل لا يكل ولا يمل داخل الملعب. انا كمان بقول للزمالك ان انسحابكم ده قدام الاهلي والخوف من الهزيمة قدام الاهلي هو اللي اهدى الاهلي اغلى 3 نقاط الموسم ده، واعطى راحة للعيبة النادي الاهلي اللي كانت بتلعب كل 3 ايام. فالزمالك للأسف هي أيضا أسوأ إدارة شاهدتها في حياتي، واندهش إنهم كمان بيجوا ويشجعوا بيراميدز. للأسف من يوم ما شجعوا بيراميدز قدام الأهلي وإحنا لم نذوق طعم المكسب مرة أخرى. النادي الأهلي هو النادي الأكثر نجاحا وإبهارا في الدوري المصري وفي أفريقيا، وده بيدل على نجاح النادي. وأنا بلغت إدارة بيراميدز رسميا إنني سوف أرحل في نهاية الموسم عن بيراميدز، لأن خلاص المنافسة بقت صعبة جدا مع النادي.